يا أهلا بيكم. النهاردة أنا جاية في فكرة جديدة شوية، يمكن مختلفة عن اللي متعودين عليه. مش هنعمل ملخص لكتاب، لأ، المرة دي هنفتح كتاب ونغوص جواه بفكرنا إحنا، وهنناقشه مع بعض من زاوية حياتنا إحنا الستات، من اللي بنعيشه بنحسه وبنفكر فيه. الكتاب اللي اخترته النهاردة اسمه السر، للكاتبة رواندا بيرن. كتاب ناس كتير اتكلمت عنه وقالت إنه غير حياتهم، بس السؤال هنا، هل فعلا غير حياتهم؟ ولا خلى الناس دي تفتكر إنهم يقدروا يسيطروا على الكون بعقلهم؟ النهاردة هنتكلم مع بعض بصراحة من غير تنظير، وهنحاول نفهم السر الحقيقي في الموضوع ده. هل فعلا الفكر بيغير الواقع، ولا الإيمان هو اللي بيخلق المعجزة؟ خليكي معايا، لأن اللي جاي هيخليكي تبصي لحياتك بطريقة مختلفة تماما. ويلا بينا نبدأ الرحلة سوا. في سؤال دايما بيجي في بالي وبيجي في بال ناس كتير مننا، خصوصا الستات اللي تعبت من كتر المحاولات. هو ليه في ناس شكلها محظوظ وحظها ضارب في السما، كل حاجة بتمشي معاهم كده بسهولة، وكأن الدنيا بتضحك لهم هم بس، وفي ناس مهما تحاول الدنيا ماشية عكسهم دايما؟ الكتاب اللي اتكلم عن الفكرة دي كتاب اسمه السر، اللي قال لنا إن كل حاجة بتحصل في حياتنا إحنا بنجذبها بعقلنا. يعني لو فكرتي كويس هتعيشي كويس، ولو طول الوقت خايفة ومتوترة هتجذبي الخوف لنفسك أكتر. بس يا ترى هو ده فعلا السر، ولا الدنيا أبسط من كده؟ ولا احنا اللي صدقنا الوهم الحلو علشان نطبطب على نفسنا شوية؟ الكتاب ده من أكتر الكتب اللي عملت دوشة في العالم، اتباع منه ملايين النسخ، وناس كتير قالت إنه غير حياتها، بس ناس تانية قالت إنه ضيعها، لأنهم صدقوا إنهم لو قعدوا يتمنوا ويقولوا أنا غنية، أنا ناجحة، أنا هبقى كويسة، كل حاجة هتتحقق فجأة. والحقيقة إن ده نص الحقيقة بس، مش كلها. أنا عارفة إن أغلب الستات اللي بيسمعوني دلوقتي مروا بمرحلة كده، المرحلة اللي بيبقوا فيها تايهين بين الإيمان واليأس، بين فكرة أنا أقدر أغير حياتي وفكرة خلاص مفيش فايدة. والحقيقة إن السر مش في الكلام ولا في الحظ، السر في النية والطاقة والعمل مع بعض. وخلينا أحكي لك كده ببساطة، قانون الجذب بيقولك إن اللي بتركزي عليه بيزيد. يعني لو بتفكري طول الوقت في الفقر هتجذبي الفقر أكتر، ولو بتفكري في الوفرة الفلوس هتجيلك. بس تعالي نكون صريحين مع بعض، الست اللي قاعدة في بيتها مكتئبة مش طايقة نفسها وهتبدأ تقول كل يوم في المراية أنا غنية، أنا ناجحة، أنا جميلة، هل فعلا حياتها هتتغير لمجرد إنها قالت الكلمات دي؟ أكيد لأ. السر الحقيقي مش في الجملة، السر في الإحساس اللي وراها، النية اللي بتتحرك جواكي لما تقوليها. لو قلتيها وانت من جواكي مش مصدقة نفسك هيفضل صوتك مجرد صدى فاضي في الهوا. وفي حاجة محدش قالها في الكتاب ده، إن قانون الجذب ما ينفعش من غير قانون الفعل.
يعني لازم تتحركي، مش كفاية تحلمي وتستني. في طاقة بتتحرك لما انت بتتحركي. الكون مش بيكافئ اللي بيتمنى، الكون بيكافئ اللي بيمشي خطوة صغيرة حتى لو كانت متعبة. لو واحدة مثلا نفسها تفتح مشروع صغير وتقعد كل يوم تقول أنا هفتح مشروعي قريب، بس ما بتتعلمش، ما بتدخرش، ما بتخططش، يبقى هتفضل في نفس النقطة مهما كررت الجملة دي 1000 مرة. إنما لما تبدأ تتصرف كأنها فعلا رايحة في الاتجاه ده، تتعلم حاجة بسيطة، تفتح باب صغير، الطاقة بتبدأ تتحرك والفرص تبدأ تظهر. الفكرة مش في الجذب، الفكرة في النية. النية دي مش كلمة، النية حالة داخلية، زي شعور السلام لما تكوني متصالحة مع نفسك. النية بتقول أنا مش بس عايزة ده، أنا مستعدة استقبله ومستعدة أتحرك تجاهه. ودي النقطة اللي بتفصل بين الحلم والواقع. عارفين يا ستات، أنا بشوف الستات اللي اتربوا على فكرة إن المكتوب مكتوب بيكتموا فيهم النية دي، بيبقوا حاسين إن أي حاجة هيعملوها مش هتفرق، فبيسيبوا نفسهم للحياة تمشيهم. بس الحقيقة إن ربنا عمره ما قال اقعدي واتفرجي، ربنا قال اسعوا، وقال إني لا أضيع أجر من أحسن عملا. يعني ربنا بيكافئ اللي نوى واشتغل. يبقى السر الحقيقي مش إنك تكذبي، السر إنك تؤمني وتتحركي. بس خليني أقولك حاجة مهمة جدا بقى، مش كل حاجة وحشة بتحصل في حياتك معناها إنك جذبتيها. لأ، في حاجات ربنا بيبعتها علشان تتعلمي، علشان تفهمي، علشان تصحي. الكتاب بيقولك إنك انتي السبب في كل حاجة بتحصل لك. بس أنا شايفة إن دي نقطة ظلمة جدا. الست اللي تعرضت لأذى أو خيانة أو مرض مش هي السبب في ده، لكن هي تقدر تختار تتعامل مع التجربة دي إزاي. وهنا يجي السر الحقيقي، السر في الاختيار مش في السيطرة. في فرق كبير بين إنك تتحكمي في الكون وإنك تتنغمي معاه. الكون مش مكنة طلبات، الكون طاقة حية بتتجاوب معاكي لما تكوني صادقة، لما تقفي عن المقاومة. المقاومة دي بقى هي أكتر حاجة بتعطل الجذب الحقيقي. يعني لما تفضلي تقولي أنا مش عايزة أتأخر في الجواز، أنا مش عايزة أعيش وحيدة، انت كده بترسلي طاقة نقص وخوف، فبيجيلك من نفس النوع. إنما لما تبقي راضية ومتصالحة ومؤمنة إن الخير جاي في وقته، الطاقة دي بتجذب الخير فعلا. واحدة من الأخطاء اللي بتعملها ستات كتيرة قوي إنها بتتعامل مع الجذب كأنه سحر، وده بيخليهم يتكاسلوا. لكن الحقيقة إن الجذب محتاج وعي، محتاج قلب نضيف من الخوف، محتاج إنك تسيبي الماضي وتركزي على اللي جاي، بس في نفس الوقت تشتغلي عليه. مش معنى إنك تقولي أنا هبقى ناجحة إنك تروحي تنامي وتستني المعجزة. المعجزة بتحصل لما تبقي جاهزة تستقبليها، يعني تشتغلي وتتعبي وتتعلمي. ساعتها اللي تمنيتيه فعلا هيقرب. وخليني أقولك مثال صغير حصل فعلا. واحدة ست
كانت بتسمعني في لايف قبل كده وقالت لي: أنا بقالي سنين يا سوما بحاول أصدق إن ربنا هيكرمني، بس كل مرة أتمنى حاجة ما بتحصلش، فبدأت أفقد الأمل. قلت لها: أنتي مش بتفقدي الأمل، أنتي فقدتي الثقة في نفسك. النية كانت مجرد كلام، لكن جواها كانت شايلة خوف وشك وصوت بيقول لها: مش أنا اللي هيحصل لي ده. ولما تخلصت من الصوت ده بدأت حاجات صغيرة تتغير في حياتها، مش بسبب قانون الجذب، لكن لأنها سمحت للحياة تدخل. تعرفوا يا ستات، السر الحقيقي مش في الجذب، السر في الاستحقاق. إنك تحسي فعلا إنك تستحقي حاجة كويسة، مش بس بالكلام لكن بالفعل. الست اللي حاسة إنها قليلة مش هتجذب غير القليل، والست اللي شايفة نفسها تستحق السلام هتبدأ تاخده، حتى لو واحدة واحدة. بس الاستحقاق ما بيجيش بالكلام الحلو، بيجي لما تصالحي نفسك، لما تسامحي اللي جواكي، لما تبطلي تحاربي الحياة. أنا عارفة إن في ستات كتير بيسمعوني دلوقتي هيقولوا: يعني يا سومة، أنا طول عمري إيجابية وبتكلم كويس ومع ذلك حياتي واقفة. وهنا بقى لازم أقولك حاجة صريحة: في فرق بين الإيجابية المزيفة والوعي الحقيقي. الإيجابية المزيفة هي إنك تضحكي وإنتي موجوعة، وتقولي كله تمام وإنتي بتنهاري جواكي. لكن الوعي الحقيقي هو إنك تبصي على الوجع وتفهميه من غير ما تكرهيه، ومن غير ما تفضلي سجينة فيه. قانون الجذب الحقيقي مش بيقولك اهربي من الألم، بيقولك استعملي الألم كوقود للتغيير. السر مش إنك تبقي سعيدة طول الوقت، السر إنك تتقبلي نفسك في كل حالاتك وتفضلي ماشية رغم التعب. وخليني أقولك حاجة كده من قلبي: الحياة مش بتدي اللي بيستنى، الحياة بتدي اللي بيقرر. لو قررتي النهاردة إنك تبتدي صفحة جديدة، مش بس بالكلام لكن بالفعل، حتى لو خطوة صغيرة جدا، الطاقة هتتحرك، لأن الكون بيحب النية الواضحة وربنا بيحب السعي. وخليني أقولك حاجة مهمة جدا: الدعاء مش مجرد كلام بنقوله ولا طاقة بنبعتها للكون. الدعاء الحقيقي طاقة فيها يقين بالله مش بالكون. في فرق كبير بين إنك تقولي أنا واثقة إن الكون هيجيب لي اللي أنا عايزاه، وبين إنك تقولي أنا مؤمنة إن ربنا قادر يبدل حالي في لحظة. الأولى فيها غرور خفي كأنك بتتحكمي في الحياة، لكن التانية فيها تسليم ورضا، فيها إيمان ناضج بيقول: يا رب، أنا هفكر خير وهسعى خير، بس التمام بإيدك أنت. شايفة الجمال في المعادلة دي؟ ده السر الحقيقي، إنك تجمعي بين النية الصافية والطاقة الإيجابية من جواكي، وبين التوكل الصادق على ربنا مش على قانون الجذب. انتي ما بتستدعيش طاقة، انتي بتكلمي خالق الطاقة نفسه. فطبيعي جدا لما قلبك يصفى وتبقي متصالحة، الدعاء يطلع منك بنور، والكون كله يتحرك في الاتجاه اللي ربنا كاتبهولك. يعني مش غلط تفكري بطريقة إيجابية، بالعكس، التفكير الإيجابي هو شكل من أشكال حسن الظن بربنا. بس الغلط إننا نفتكر إن إحنا اللي بنخلق الواقع بعقلنا. السر مش إنك تكذبي، السر إنك تؤمني إن اللي ربنا كاتبه ليكي هو الأفضل،
وتسعيله بإيمان مش بخوف، ساعتها هتشوفي العجايب، لأن الطاقة اللي بتخرج من قلب مؤمن مش شبه أي طاقة في الدنيا. وفي الآخر لما حد يسألك هو السر فعلا شغال، قوليله السر مش قانون، السر أنا اللي قررت أغير فكري، أنا اللي قررت أتعلم، أنا اللي قررت أصدق في نفسي تاني، أنا اللي سمحت للنور يدخل من مكان الوجع. وافتكري دايما يا حبيبتي، السر مش إنك تطلبي من الكون، ولا في إنك تكرري الجمل، ولا في الفيديوهات اللي بتقولك احلمي وهيتحقق. السر في إنك تعيشي كأنك فعلا تستحقي اللي بتحلمي بيه. لما تعيشي كده كل حاجة هتتبدل. وفي نهاية البودكاست الغني قوي ده، واللي بنتناقش فيه حوالين كتاب السر، خلي بالك كويس، السر مش في الكلام اللي بنقوله، ولا في الفيديوهات اللي بنسمعها، ولا في الجمل الحلوة اللي بنكررها لنفسنا. السر الحقيقي موجود جواكي، في القلب اللي مؤمن، والنفس اللي صافية، والإرادة اللي مستعدة تتحرك. لما تجمعي بين النية الصافية والطاقة الإيجابية والإيمان بالله، هتحسي إنك بدأتي تعيشي حياة مختلفة، مش حياة مثالية وخالية من الوجع، لكن حياة فيها سلام ورضا واطمئنان. وهنا هتفهمي إن كل حاجة بتحلمي بيها هتجيكي في الوقت الصح، مش بسرعة خيالية، لكن بطريقة تخليكي أقوى وأعمق وأقرب لنفسك ولربنا. افتكري دايما، كل خطوة صغيرة بإيمان صادق، كل محاولة صافية من قلبك، كل لحظة تصالحي فيها نفسك، دي معجزات حقيقية. السر مش في كتاب، السر مش في قانون، السر فيكي انتي، في قدرتك على الحب لنفسك، والإيمان بقدرتك، والطاقة اللي بتطلعيها من جواكي. ويلا ابدأي من النهاردة، خلي قلبك مؤمن، نيتك صافية، وخلي كل حركة تعمليها من مكان حب ووعي. ووقتها هتشوفي الحياة بتتغير قدام عينيكي، خطوة بخطوة، بس بثبات وجمال لا يوصف. أتمنى فكرة البودكاست اللي أنا عملتها النهاردة تعجبكم. هي فكرة جديدة بتناول فيها كتاب معين زي كتاب السر، وحاولت أعمل حواليه مناقشة مش ملخص، علشان نطلع بفايدة أكبر، وأحس إن أنا بتناقش حوالين قضية حقيقية، مش بقول ملخص والسلام عليكم وخلاص. أتمنى فعلا الفكرة بتاعتي دي تكون عجبتكم، وبعد كده أطلع أعمل بودكاست أتناقش حوالين كتاب وفكرته، ونشوف هو عايز يقول لنا إيه من خلال الكتاب ده. ولو وصلتي لغاية اللحظة دي من البودكاست وسمعتيه من الآخر، هنقول كلمة سر هنكتبها في الكومنتات، ولو كتبتيها هعرف إن الفكرة دي عجبتك، إن إحنا نتناول كتاب ونتناقش حوالين فكرته. كلمة السر النهاردة: أنا بحب نفسي، والحب مش أنانية. يلا كلكم، واتمنى إنكم تكونوا وصلتوا للحظة دي من البودكاست. أتمنى إن انتوا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتسيبولي كلمة السر في الكومنتات. بحبكم جدا. مع السلامة.